حاكم مسلم داخل يستلم مفاتيح أعظم مدينة بعد حرب مع الروم قاتلة، وداخل يستلم مفاتيح المدينة عادي كده ماشي على رجله. والقصة كالآتي: هو كان عنده جمل واحد وكان معاه الخادم بتاعه، فاتفقوا ان هم يركبوا على الجمل بالتناوب، يعني مرة شوية هو الخليفة وشوية الخادم، وهم خلاص مقربين من على اسوار المدينة. ده كان دور الخادم بتاعه، فسواء الخادم او الناس اللي حواليه قالت له يا امير المؤمنين المفروض ان حضرتك اللي تركب عشان احنا داخلين نستلم يعني، وداخلين على ناس غريبة وحضرتك واجهة الدولة يعني. بص لهم كده وقال لهم: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا بغيره العزة أذلنا الله. بالفعل دخل المدينة وهو ماشي على رجله، الخادم بتاعه هو اللي راكب، قادة الجيوش ماشيين معاه، الجيش بتاعه المنتصر واقف مستنيه، والخليفة كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وده كان ساعة افتتاح بيت المقدس. فأنت هتعمل شير وفولو دلوقتي عشان ننشر التاريخ الإسلامي، ومستنيك في حلقة بكرة. بحبك في الله، خش في قلبي.